القصة اللي بعد كده وهي حالة اختفاء تانية لشخص اسمه كيني فيتش. الراجل ده كان مستكشف في الجبال والصحاري والغابات والحاجات دي، وكان بينزل محتوى على اليوتيوب عن اللي هو بيعمله ده كله، وهو اصلا كان عايش في امريكا في ولاية اسمها نيفادا، وكان بينتقل دايما منها لولايات تانية بسبب محتواه اللي كان بيقدمه، خصوصا الاماكن الصحراوية القريبة من لاس فيجاس. قصته بدأت سنة 2014 تقريبا لما عمل كومنت البوست على السوشيال ميديا قال فيه انه شاف كهف غريب جدا شكله شكل حرف الام، لكن الغريب ما كانش شكل الكهف، الغريب انه قال اول ما قربت منه حسيت بخوف غير طبيعي، وقال كمان ان جسمه بدأ انه يهتز وكأن في فايبريشن خارج من الكهف جاي عليه. لكن الناس على السوشيال ميديا اتشدت جدا، بدأت رسائل كتير وكومنتات تيجي لكيني انه لازم يرجع الكهف تاني ويدخله ويصوره، وانه ازاي مشي من غير ما يستكشف ايه اللي جوه الكهف، وكلام كتير شبه كده. المهم ان كيني قرر انه لازم يرجع الكهف تاني ويصوره بسبب الضغط اللي جه عليه من الجمهور بتاعه، لكن ده كان اخر قرار ياخده في حياته. الرحله بدات في نوفمبر سنه 2014 في منطقه جبليه صحراويه قرب نيفادا. كان ينزل فيديو وهو رايح يدور على الكهف اللي كان لاقيه من فتره، وخلال الرحله بدا ينزل فيديوهات يوثق فيها كل لحظه في الرحله. الفيديوهات دي كانت في البدايه عاديه جدا لحد ما اختفى. الناس بدات انها ترجع تشوف الفيديوهات دي بطريقه مختلفه، كل حركه بياخدها كيني كانت بتبقى غريبه، كل قط بيحصل في الفيديو كانت الناس بتسال نفسها ايه اللي ورا القط ده، او هو شاف ايه خلاه وقف الفيديو. لان كيني بعد الفيديو ده اختفى تماما، ما بقاش بيرد على الموبايل، ما بقاش فيه اي محتوى بينزل، اختفى تماما. الشرطه بدات انها تدور عليه في كل مكان لكن ما كانش فيه اي اثر ليه، لقوا موبايله وشنطته لكن هو لا. ناس كتير شككت في القصه، وناس تانية قالت انه انتحر، وفي ناس تانية قالوا ان الكهف وقع عليه، او ان في كائن غريب فعلا جوه الكهف لكن الغريب فعلا ان ما كانش فيه اي اثر ليه خالص، واتقفلت القصه على كده.